أنا بدوري أشكركم على هذه التهنئة، وأتمنى إن شاء الله أن يكون لنا عمل جاد له نتائج ملموسة، وأتشرف بحضوري إليكم اليوم في اجتماعكم الميمون إن شاء الله لنخطو خطوات مشتركة وللتعرف عليكم. ولا أخفيكم أني أنا الآن بصدد التعلم منكم، وخصوصا مهن ما كنت خبير فيها كثيرا، يعني فيه مهن لا لست اختصاصي بها، ولكن الإنسان مهما طال الزمن يجب أن يتعلم ويستفيد. شكرا. نطفل على إبداء بعض الآراء، لأني لم أدرس، ما كان عندي وقت كافي لأدرس الموضوع، وحتى مع المصالح الخارجية. حقيقة أنا ما جبرت المصالح الخارجية، أنا سبقت المنتخبين ومشيت في المجتمع، حتى المصالح الخارجية ما أعطيتني الوقت الكافي باش نعرف برامجهم التقنية، وكنت نرجع لهم باش لما نجبر وقائع الميدان وشعور الناس ومطالب الناس، أنا ذاك ممكن نعمل يعني لابوراتوار مع المصالح الخارجية، لأني أنا مسؤول عن المصالح الخارجية، أنا ممثل جميع الوزارات وفقط أما ما غير ذلك فهو يعني تتشارك فيه يعني منتخبون. ما كتمثل كل شيء. لا نحن مسؤولين عن ما تقوم به الحكومة، ولكن هناك مسؤوليات أخرى هي مسؤوليات المنتخبين والغرف، لأن هي خاصة تدبر، هي اللي خاصة تصور المشاريع، وهي اللي خاصة تشتغل، ولأن هي باقية في الأرض. أما احنا كموظفين نأتي ونمر، ربما ليس لنا نفس ارتباط عاطفي ومسؤولية، رغم يعني شعور بالمسؤولية اللي عند الموظفين، واللي بعض منهم ربما يكونوا أحسن حتى من بعض النواب اللي انتخبوا بالسكر في الدفاع، لأنهم عندهم وسيلة للاتصال المباشر مع الوزراء ومع الدوائر الرسمية اللي يمكن تجيب شيء. بل بعض المرات أفضل محامي عن السكان هو المندوب عن وزارة معينة، وحسب شجاعته، حسب قدرته على إبلاغ يعني صورة عن البلد وإعطاء صورة وواقع عن الحالة اللي هو يوجد فيها هؤلاء السكان، تكون النتيجة. ولذلك يعني ندعونهم على أنهم يعودوا أحسن مدافع وأحسن محامي، وربما ندير لهم حتى جوائز في المسابقة بيناتهم، باش نبقاو نقول لهم شكون استطاع يقنع وشكون ما استطاع، ربما حاول ولكن ما استطاع، نتعاونوا معه لأنها فيها إفادة كبيرة جدا. إذن لا أخفيكم